وحناهاي وهديك دوسيدا وحناهاي وانا معلمك وحناهاي وهديك دوسيدا وحناهاي وانا معلمك أنا مقعد مع 12 حاجة وما تعرف تاريخه لحية هونك بشافات ولغة طويلة بعدين كان معنا خميسة فصل كلهم جه فصل كافات وإحنا بنقول من هذا اللي سوماليا يعني قاعد فصل هذا أفراد عتق موضوع عتق الحاد عتق كين الحاد سدي 10 دقيقة حنان مصوها وإحنا مخصوص إنه تبفر بدل ما تروح مكان دون عتق الحاد عتق الحاد وعتق هو يسمى ما تبادل ويتفصل هذا أفراد أما بعد ما نسوي وين أنا طبعا أعطيني قبل أو بالوانكين كل بالنا في نظرة محورية اسمها أفك النحوة وأساسها لغة أفك النحوة وهو يمر ما كان أعطيها كل يدرس دائما كشفنا فصل كافات مقرر كيتي وجدتين يوم دافين وحكوا حصي الله رمع ملعب ودي ملعب قارن مخالدونا يا ملعب عصوني كم فهذين هذول يمر اسمها أفك النحوة وأساس النحوة وواحدة المقدمة يروح عليها نحوك إنجليزي ولا عربي ولا صومالي ولا هذا برضه المقدمة إنه إيه معهم قبل العالم اسمها أفك النحوة وأساس كنا هذا صومالي ما كان الجوهر هنا ما كان بس النحو ما كان درجة واحد وصل دعاية ماشي مقع هرت كلمة المقع بس ويدرس حكاية كلمة الصراحة مقع واحد جلسة وإنفراد ضد ضوئية روالت فهذا رأي المقع مش مقرنا اسمه هو أساس كاللغة أفك صوماليا لكن ما توحنا نطير برمنا وحلوية بعنا مقع أروش ويديني سؤال ولا سيدي المسوق يحكي لنا ولا ويديني سؤال شكولا وقالنا ليس تيلا مقع لقوم برا مدافع 11 وهذين سويتي نمر عامين وقاهم ومحمد مر وياهم أما رواق خستا كاسور ويرو قف لويريا سلا قفا هاي نير ورح ديجان يوش اللمير انت هسوا بقى عمقها مر ولا تنفعلي مر وياهم أما رواق خستا كاسور ويرو قف كبر ويرو حلورنا يهبلون أما بقى أنت وحلورنا يا عمرو إن أنت وحلورنا يا علي وصاصك ميل البلاد إنك هذه سوكرة ورح تنوي بيرتها تنكرنوي قارنها أما ديجان كسوق قبولها كنوي كلها يوحي المني أو أي روح مصاب عبسنا إياه واحد وروحي ما أظن وامدا أي دبليو يوحي وامدا ما كان دون أول قصة كتابه كتا ما بقوايا أما رواق فستا كاسور ويرو قف ميل ورح ديجان يوحي المني وين ما عيال الله بحيا بس واش هذا ليش ودي ما عوض تحرم ما عيال الله بحيا تروح وإحنا ولا بسوا حاملين ما عوض الله بحيا ما عوض ولا شيء الله بحيا ما عطيه الله بحيا وإحنا شيء ما عوض بحيا وما وانكره أما به ما وانكره لا شيء ما عوض بحيا شيء ما وانكره بحيا ما عوض الله بحيا شيء ما يشيعن نولين لا ما عوض بحيا وتصارى بعتادي دك واحد نور ما عبوله يحرها هذا هو سوق تكون هي وحيوان متكوبه وين نور ما كان وين نور هذا مثلا ما عوض الله بحيا ما كان واحد ما عوض ما عوض الله بحيا شيء ما يشيعن نولين لا وحضناها فهذا بعد ذلك واحد نقول أنا ما تنسيق وزن 10 كلمة ما دعي مثال الله ما دعي واحد الله طيب ما دعي كستوان بوق يسمع والله صدق ما دعي الله طيب وين ما دعي ما صوت على خواك ما دعي الله طيب صدق الله طيب ما دعي الله طيب ملك السوتشو تما والله ما دعي ما صوت واحد إذا مدوى ما دعي من نوع ما دعي كار والله ما دعي بتشاف النحو ما تلاقيه مدوى ما دعي من نوع ما دعي كار فهذا ما يسوق هذا ما دعي سوى ما دعي لما نقول بس يقحنا مقعد واحد كلمة مقعد لما أمر حسنا زمان كان مسكها وحق صار عيا أو مقعد ومقعد اسمي وعنا فهذا بين مقعد أنت نقول ككولات ممكن نسوق هذا كلامنا في النقطة دي مقعد واحد مقعد ومقعد اسمي مقعد ومقعد اسمي وحنا وذلك كلمة وراكس وكذا حين كلام مقعد وحنا وذلك أما وكذا حين كلام وحنا وذلك أما وكذا حين كلام sida dadku ka dhaxayn kara oo dad fara badan waxa kale ka dhaxayn kara duuyo waxa kale ka dhaxayn kara deegaan waxa kale ka dhaxayn kara dabeecad waxa kale magacaas ka dhaxayn kara iyo waxyaabo badan oo ay kamid yihiin iyo waxyaabo badan oo ka dhaxayn kara oo mid ah ku deegaanka saasoo kale haddana istaago magaca waa kan dhimatay halkan baynu eeganaa horta kelmadda waad qeexi kartaa magaca qaybihiisana waad garanaysaa waxaad kaloo garan kartaa magaca loo bixiyo labada loo qaybiyo magaca hadayna dul
istaagno waxaan idin kala waa magaca guud kanina waa magac gaar magaca guud waa hadii lagu yidhi waxa oranaysaa magaca guud waa magaca loo sameeyay waxaan wadaagi kara kelmadda wadaagis wuxuu ka dhaxayn karaa ama waxa uu ka dhaxayn karaa ama wadaagi karaa sida maxay dad oo in fara badan oo bulshada waxa ku aragtay intaasoo cadibay ilaa joogtay bulshada intaasoo siciid oo magaca jira duunyadana waad garanaysaa intaasoo xoolaha jira xooluhu isku magac deegaanka waad garanaysaa intaasoo deegaano isku magaca jira dabeecada waad garanaysaa intaasoo qof isku dabeecada iyo waxyaabo kale oo badan oo la mid ah intaas magac loo qeybay haddaynu ardayda ashkeena iyo khulaasayno waxaanu dhigan ismaafka naxwa waxaan ku qeexay waa aasaaska luqadda Soomaaliga magac baan qeexay magac hadii lagu weydiiyo maanta arday waad garan kartaa oo waxaad oran kartaa magac waa yeelmo ama dhawaaq kasta kaasoo lagu yeero qof meel walax deegaan iyo wixii la mid ah waxaad kaloo arday baratay maanta in magac loo bixin karo shay nool iyo shay aan noole labadaba arday waxa kale maanta baranay magaca qaybihiisa maanta waxa la ogaataa magaca kaliya in la magac inuu kala baxo waa magaca guud iyo magac gaar arday magaca guud waa inaad qeexi kartaa oo loo kartaa magaca guud waa magaca loo sameeyay waxa uu ka dhaxayn karaa ama dad badan baa wadaagi kara hay sida maxay dalka duunyada deegaanka dabeecada iyo wixii la mid ah inta ma tood qeexi kartaa arday maanta inahan buu ashkal ku saabsan yahay ismaafka naxwa iyo luqadda sida loo baranayo iyo magaca sida loo qeexo dhammaan ashkal intaan buu maanta daaranahay marka insha Allah taala wuxuu ku yaalaa buuga dabcan waxaad ka eegaysaa buuga 106 isagoo faahfaahsan dadka doonta inta la tirada khulaasii مسؤولين والفهم كرا والله أحسن كرا دكنا كاس إن شاء الله تعالى في أيام دونتان ومع الدوام وإلا معلومة نفسنا كانوا كل دوما حصة ماذا وحنا نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى